مش عارفة الصراحة اثناء الفيديو ده هينزل ولا لا، لان انا مش عارفة انا صورته ازاي وانا نايمة على السرير. واحدة بتتكسف تطلع قاعدة بصور فيديو وانا نايمة على السرير، فهي حاجة غريبة. بس انا بحس ان الفيديو اللي بيطلع من القلب وانا عايزة اتكلم بيوصل، ممكن يفيد اي حد. حاسة بخمول، حاسة ان انتي مش طبيعية، مش في مودك، مكتئبة، متنرفزة، شعرك بيقع. انا وصلت ان انا رحت الاتنين دكاترة نفسيين عشان لما بطلت اتكلم، وفعلا خدت ادوية وطلعت عملت لكم فيديو قلت لكم يا جماعة قولولي دلوقتي انا اعمل ايه، اخد دواء الاكتئاب ولا لا. وسألت الدكتورة يعني معرفة، وهي اسمها دكتورة تفاؤل، فحاجة كده لطيفة ومريحة وكل حاجة، ويعني ايه صديقة صاحبتي، وهي شغالة في مصحة يعني أستاذة في مهنتها. قلت لها بصي أنا بخاف أتعود على برشام الأسبرين، يعني أنا ما بحبش أبقى مدمنة لحاجة يا بنات، ما بحبش ابقى مدمنه لكوبايه شاي، ما بحبش ابقى مدمنه للقهوه، ما بحبش ابقى مدمنه للكافي ميكس اللي بحبه. لما بلاقي نفسي مدمنه لاي حاجه من الحاجات دي لا، يعني مسكت فتره كده الكافي ميكس لازم اشربه مش عارفه، قلت لا ما ينفعش، اصل انا معقده موضوع ادمان اي حاجه دي، الا ادمان اليوتيوب يعني والنت ده عندي، بس ايه لما النت بيقطع بتعب شويه وبعد كده خلاص بيعدي يعني موضوع الادمان ده. ف فانا ما بحبش ادمن اي حاجه. قلت لها بصي انا ما بخاف اخد البرشامه المسكن على طول، او مثلا دواء يبقى مثلا بتاع القولون ممكن اخده يوم وثلاثة، لا اخده ساعة ما يكون خلاص معدتي تعبانه قوي، ما اعرفش انتظم على دواء. فما تجيش تقولي لي اخد دواء اكتئاب ودواء ينوم وحاجات من كده. قالت لي بصي يا حبيبتي الدواء ده احنا بنديه للاطفال، دي جرعته يعني بسيطة جدا. وسألت الدكتور الصيدلي هل لو انا معايا العلبة بتاعت الدواء من غير الروشتة هل ينفع تدهاني، يعني هل هو جدول ولا حاجة ولا في حاجة فيه ممنوعة. قال لي لا مفيش حاجة فيه ممنوعة، وحتى لو جيتيني من غير حاجة خالص عادي هديهولك. فده طمني شوية. بعد كده حتة ان انا هبقى مدمنة حاجة زي كده برضو طلعت سألتكم قلتولي بلاش، وانا بيني وبين نفسي برضو مش عايزة بلاش، انا ما مش لا انا هحاول اخرج من الموضوع ده. بعد كده بقى لقيت ايه، لقيت الحتة دي، بصوا لقيت الحتة دي كده يعني بصوا ورمة ازاي. قلت طب انا بتخن اعمل لغط هنا، لكن ايه ده، وكانت واضحة قوي كمان يعني بعد كمان موت عمي، فاللي هو ايه ده في حاجة غلط. ففعلا شكيت ورحت سألت الصيدلي وقال لي قال لي اعمل ايه. انا رحت الصيدلي اسأل هو ده تخصص ايه، يعني اكشف بطنه ولا اكشف انف يعني انف واذن وحنجرة ولا ايه بالظبط، انا مش فاهمه حاجه. فصراحه هو الدكتور عندنا الصيدلي ده شاطر يعني درجة مثلا لو طفل تعبان بنوديهوله يدينا الدواء احسن من دكتور الاطفال. دكتور الاطفال عندنا ممكن يودي في داهية، بس مش اطفال اللي هم الصغيرين يعني سن ابني كده 10 سنين، لكن اطفال لغاية 2 3 ده بيبقى دكاترة، بس ما بتبقاش في الدكاترة اللي عندنا صراحة، بروح بيهم اماكن بعيدة. المهم قال لي لا ما تروحيش دلوقتي تكشفي، انت روحي اعملي لي التحاليل دي اللي هي TSH ده تحليل الغدة، اعملي لي ده واعملي اشعة على الزور وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا عملت عملت تحليل الغدة وخلاص انا حاجزة الاشعة وهدخل اعملها. الحمد لله جه في دماغي قلت لجوزي انا عايزه اطمن برضك على موضوع الحمل، هو لسه بدري بس ايه عايزه اطمن قبل ما ادخل اعمل اشعه. فعملت التحليل بتاع الحمل، قال لي هنستنى ساعتين، عملته بالدم برضه، قال لي هنستنى ساعتين، الغده هتاخديها تاني يوم. واخدين بالكم انا عملت الاتنين مع بعض، الغده والحمل هيطلع كمان ساعتين، ولو ما فيش حمل هدخل اعمل ايه الاشعه بتاعه الغده اشوف ايه
التضخم اللي في الغدة ده. تحليل الحمل طلع ايجابي، وتحليل الغدة مش هتاخديه النهاردة. طب ينفع يا جماعة اخد يعني اعمل الاشاعة؟ قلت لا طبعا ما ينفعش، انت حامل ما ينفعش تعملي الاشاعة. فالحمد لله ربنا انقذني ان انا اعمل الاشاعة. طبعا وانا في نفس المستشفى سألت دكتور التحاليل هو ده تخصص ايه، يعني اللي عندي ده الغدة مثلا تخصص ايه؟ قال لي تخصص غدة صماء. فالتخصص ده بيبقى قليل هنا، يعني مش منتشر. فقلت له هنا فين في المستشفى غدة صماء؟ فقال لي هو طلع تخصص غدة صماء وسكر وضغط، فاهمني؟ فحاجة رحت شفت المواعيد وظبطت المواعيد، وقلت بقى ايه لما اشوف النتيجة. خدت رقمهم بالواتس اللي هو يبعتولي النتيجة اعرف النتيجة ايه اخبارهم. فخدت النتيجة بالواتس، ولو النتيجة تمام خلاص ولا رايحة ولا جاية. ما خدتش النتيجة طلعت النتيجة في حاجة ابقى عارفة مواعيد الدكتور، فاهميني؟ المهم خدت نتيجة الحمل وروحت. بس بقى ايه يعني القلق ان يبقى فيه غدة مغطي على موضوع الحمل. طبعا بقى رجعت البركة في اليوتيوب وخطورة الحمل مع الغدة، والغدة مش عارفة بتعمل إجهاض مبكر، وبتعمل تشوهات للجنين، وبتعمل والمفروض تظبطي الغدة قبلها بفترة لو انت ناوية تبقي حامل، والمفروض تمشي مش عارف على جرعات ايه، وتعلي الجرعة لو انت ماشية على 100 تخليها 150 علشان ما يأثرش على الحمل. وانا طبعا كل ده انا لسه يا جماعة أنا لسه اصلا معرفش الغدة ايه اخبارها. يعني كنت بقى في حوسة كده اللي هو انا مش عارفة ايه في ايه. ثم جاتني النتيجة ان انا عندي النسبة عالية اوي 21. دخلت طبعا عرفت التحليل ان انا المفروض ما يعديش 2.5. ده قبل ما اروح للدكتور. انا كنت رايحة للدكتور عارفة كل حاجة، لان كان بعديها ب3-4 ايام. انا طبعا ماليش حاجة غير ان انا اقعد اسمع الدكاترة بتقول ايه، مش دكتور واحد، دكتور و2 و3. حتى جوزي عمال يقول لي ادي فرصة للدكتور. ما انا عايزه افهم الدكتور ان انا فاهمه، ففهمني اللي انا مش فاهماه. انا مش جايه تكتب لي على دواء وخلاص. انا فهمني دلوقتي ايه خطوره الحمل مع الغده، وان إيه العلاج المناسب ليا، واعمل ايه مع الغده، والاعراض الغريبه اللي بتحصل لي، والنوم الكتير والحاجات دي كلها. طبعا هو قال لي مالكيش دعوه بده كله، انت بس اهم حاجه عشان الحمل. الاعراض دي مش هتختفي بين يوم وليله. يعني ده في ناس بتتظبط عندها الغدة وبرضو بتفضل عندها عرض التساقط وألم العظم والنوم والخمول والاكتئاب والكلام ده كله. بالنسبة لموضوع بقى الاكتئاب ده انا استريحت كتير قوي بعد ما عرفت. يعني تخيلوا ان انتي داخلة انا نرمين القوية اللي واللي فجأة ايه ده هبقى ضعيفة. فجأة انا بعاني من الاكتئاب، فجأة بتعامل مع دكتورة نفسية، فجأة مش عارف ايه. فلا لما اعرف ان هو بسبب الغدة الدرقية انبسطت. دي الحاجة الوحيدة اللي بسطتني في الغدة، ان الغدة بتسبب اكتئاب. فانت مادام مريتي باكتئاب يبقى انت كده حاجة طبيعية، يعني انت مش عندك اكتئاب مرضي، انت عندك اكتئاب بسبب هرمون الغدة اللي مش منتظم. وانا بالنسبه لي اذا عرف السبب بطل العجب. يعني أنا لو انا عرفت السبب يبقى كده انا خلاص. يعني انا كنت بنام كتير وعندي خمول، فاللي هو انا بيني وبين نفسي انا بتهم نفسي ايه الكسل اللي فيكي ده، انت مالك عامله كده ليه، انت مالك ما حتى في الجولات حتى مش عارف ايه. لولاش ربنا يكرمها صاحبتي مروه اللي بتنزل معايا انا مش هنزل، مش قادره، بنزل بالعافيه. ممكن اقعد في البيت اسبوع واسبوعين و3 ما اقولش لا، يعني مش هزهق. فهي دي يعني لما بتعرفي لو حسيتي باكتئاب التحليل يعني مش مضلع يعني. بس صراحة
هيوصلك لحاجات كتير. انا رأيي ان انتوا تعملوه كل سنة. ان على فكرة ان تحليل الغدة ده عملته زمان لما كنت رفيعة قوي. كان دكتور التغذية طالبه مني، بس انا كنت رايحة لدكتور التغذية عشان اتخن. خدوا بالكم انا عمري ما طلبت ان انا اتخن، انا كنت رايحة لان كان بيجيني هبوط ودوخة وبقع من كتر ما انا عندي انيميا حادة ونقص فيتامينات وكده. فروحت للدكتور عشان ايه؟ يعني يكتب لي حاجات وكده. فقال لي انت ناقصة عن وزنك الطبيعي 13 كيلو. ماشي. فطبعا طلب مني تحليل الغدة، اني بصوا زي ما الغدة خمول الغدة بيعمل كسل وهمدان وزيادة في الوزن، فنشاط الغدة الدرقية بيعمل هايبر، بيعمل بيخسس قوي، يعني بترفعي. فالدكتور كان شايف مثلا ان انا عشان رفيعة بالشكل ده فممكن ابقى ايه، ابقى بسبب ان عندي نشاط في الغدة، فاهمني؟ فطبعا طلع الموضوع مش كده، وما طلعش عندي الغدة. الكلام ده يجي من 5 سنين مثلا. فما تفتكروش ان انتوا ممكن تبقى عملتوا الغدة مرة في حياتكم فتقولوا لا كده مفيش غدة. فالغدة تعمل في حاجات كتير. حاسة باكتئاب اعملي تحليل الغدة، حاسة بخمول اعملي الغدة، حاسة بنشاط وهايبر وان انتي بتخسي وبتاكلي اعملي الغدة. في تأخر في الحمل اعملي الغدة، في اجهاض متكرر اعملي تحليل الغدة، بدأتي الحمل اعملي تحليل الغدة. في تحاليل وحاجات مش لازم الدكتور بتاعك يعني يقولها لك. في دكاترة كده بتكون يعني متخلفة بجد والله، يعني او ايه، او او بتسترخص. بلاش تعملي التحليل ده عشان هيبقى غالي، فما يكتبلكيش على كله. يعني انا فاكرة دكتور العظام لما رحت له من 5 سنين، كنت بشتكي ان عظمي كله بيوجعني، وانكشف عليا ليه ان انا ده كان سني 28 سنة. آه كشف على رجلي، قال لي في رجل عندها خشونة والرجل التانية داخلة على خشونة، وبشتكي ان رجلي تعبانة وبتورم وكده. كتب لي على كل التحاليل. فرحت انا قلت له واكتب لي على تحليل اللي هو بتاع الروماتيزم ده، اكتبهولي. فقال لي ليه؟ ما فيش داعي، ما فيهوش حاجه، مش لازم يعني. كده هيبقى كتير عليك. قلت له لا اكتبهولي، يعني ال5 تحاليل ده، ال6 ولا ال7 تحاليل، التحليلين الزياده دول هم اللي خلاص يعني هيوفروا معايا. لا اكتبهم لي يا دكتور. وقعدنا نضحك. تصدقوا بقى كل التحاليل طلعت مظبوطه الا التحليلين بتوعي اللي انا طلبتهم. طلع ساعتها عندي الحمى الروماتيزميه، برضو انا اللي اكتشفتها. ف مش يعني انا نفسي لما تروحوا للدكتور انتوا تبقوا عارفين. اي نعم، خدوا بالكم بامانه، اللي ما بيعرفش هو عنده ايه بيرتاح. يعني ساعات اقول انا لو ما اعرفش عندي ايه نفسيتي هترتاح وههدى. وفي ناس يعني بصوا اللي ربنا رايده هيكون، يعني اصلك يعني ما فيش حد هيعمل حاجه يعني ايه غصب عن ربنا. فهو كل حاجة بإرادته بتكون. فأنا عندي ناس أعرفها مرت بالغدة والحمل وما حصلش حاجة، وناس كانت بتاخد أدوية ومهولة الموضوع وجت طفل فيه مشكلة. وفي ناس ما كانتش تعرف ان هي عندها الغدة وحملت وخلصت حمل وعدت على خير، واكتشفت بعد كده ان في غدة. ده كمان اللي اكتشفته ان بعد الحمل بعد ما تولدي المفروض تعملي تحليل للغدة، لان بيجي التهاب للغدة بعد الولادة. وممكن حتى لو انت مش مريضة غدة يجيلك كده زي عرض للولادة، ان يجيلك التهاب للغدة، فتاخدي العلاج لفترة لغاية ما ايه الالتهاب ده يعدي. فتحليل مش اللي هو بألافات مؤلفة. تحليل مش غالي. اعمليه احتياطي علشان يعني تطمني على نفسك. على فكرة نسبة إصابة السيدات فيه كبيرة عن نسبة الرجال يعني، فاهمني؟ يا رب أكون لا أنا رغيت الله أعلم مثلا الفيديو الفقري ده ينزل ولا لأ، إنه مثلا عدى 40 دقيقة. بس أنا رغاية، أنا عارفة نفسي أنا رغاية.
اعذروني بقى. لو انتوا كملتوا الفيديو ده، طبعا مستحيل، انزلوا قولوا ان كملنا الرغي وشفناكي وانتي نايمه ومدلوقه وسحنتك تقرف الكلب. ف اشوفكم على خير في فيديوهات جديده، ودعولي النهارده لحسن انا متوتره. باي باي يا حبايبي، هتوحشوني.